السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا دايما بألف خير. صباح الفل والجمال والقلب الابيض زي القرنبيط الابيض القشطة نعمل مع بعض النهارده طريقة القرنبيط المقلي. انا جبت كده قرنبيطة جميلة كده زي قلبكم الابيض ده. بصوا جميلة ازاي، حلوة جدا جدا. معلومة بس صغيرة كده عشان ايه تعرفي تشيلي القرنبيطة. تجيبي دايما القرنبيطة الصبحة البيضة ما فيهاش اي بقعة خضراء او بقعة صفراء، تجيبيها ده كده دايما متماسكة كده. وزي ما بنقول كده بالبلدي متككة في بعضها كده، يعني مليانة كده، الزهرة بتاعتها كده كبيرة كده ومليانة لحم وجميلة قوي. هنبدأ بقى ايه نقطعها كده. انا بحب دايما اشيل اقشرها كده قشره بسيطه كده، لو في اي حته جامده كده ممكن ما تستويش مع القرنبيط بشيلها كده على حرف السكينه، وتقسمي بقى إيه زي ما انت عايزاها قطع صغيره ماشي، عايزاها كبيره ماشي. دي انت وراحتك وانت ورغبتك. انا هقطعه قطع ايه متوسطه كده اهوت، عشان خاطر ايه ما تبقاش تخينه في القليه وما يبقاش فيها قلب من جوه. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا دايما القرنبيط لما بيبقى كريسبي كده ومقرمش كده بيشجع ان الواحد ياكل وبيبقى جميل جدا. قشرته كده زي ما انت شفتي كده. هنشيل كل الزوايد اللي على القرنبيط، القشره الخفيفه ديت، وهنشيلها بالسكينه ونقطع بقى كل الكميه. انا لقيت ان الكميه دي يعني مناسبه ليا. دي بقى هشيلها هعملها مره تانية، هشيلها في كيس بلاستيك كده وتحطيها على رف التلاجة. هتقعد بالاسبوع معاكي مش هيجرى لها اي حاجه، لان طبعا القرنبيط زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله صابح جدا. خلاص انا هشطب بقى كده القرنبيط تحت الحنفيه كده مطرح ايدينا ومطرح ايه شنطه الخضار واحنا جايين والشارع والكلام ده كله. اي تراب فيها ينزل تحت الميه. انا هنا غليت شويه ميه صغيرين وحطيت شويه ملح صغيرين. تمام كده معايا. اول ما الميه كده نملت كده هبدا بقى ان انا ايه اسقط القرنبيط كده اهوت. يا ريت برده ايه تكون الحله ايه واسعه شويه وتكون الميه فيها كتير عشان القرنبيط ينزل يغطس فيها كده اهوت. ما يبقاش عايم على وش الحله. خلاص. وهقول لك على فكره جميله برده حلوه قوي قوي قوي. كانت امي الله يرحمها كانت دايما تعملها. حته العيش الصغيره دي هتحطيها في قلب الميه كده والقرنبيط بيتسلق، او مع الكرنب برده وهو بيتسلق مش هيخلي لك ريحه في الشقه خالص. مش هيخلي ريحه في الشقه اذا كنت بتعملي قرنبيط او كرنب، مفيش اي ريحه في الشقه خالص. هتشرب كل الروائح اللي بتبقى ايه في الكرنب او في القرنبيط ومش هيجرى حاجه، وهتفضل متماسكه كده لحد اخر حبايه. نصيحة تانية برضو ما تغطيش حلة القرنبيط وهو بيتسلق، لان طبعا دوت مش هيحتاج اكتر من 10 12 دقيقة بالظبط وهتطلعيه عشان طبعا ايه ما يتهريش منك، لان الحاجة لسه طازة والحاجة لسه بشاير جديدة فمش بتستحمل السوا جامد. ولسه طبعا هنقليه وكده فما يعني ما تتكيش عليه في السوا. مجرد ما تتكي كده على القرنبيطة وتلاقيها بتترى تحت ايدك طلعي على طول. انا طبعا هنا ما كترتش عليه في السوا ومش هشطفه بميه تاني، انا كده كفايه قوي. اهو بصي بقى العيش زي ما هو ازاي، ما بهدلش الحله وما بهدلش وما لزقش في القرنبيط ولا حاجه، وخد امتص كل الروائح اللي ايه اللي طالعه من القرنبيط. تمام كده. عايزه تحطي كمون حطي كمون براحتك، بس انا ايه مش بحب احطه في الاول عشان ايه ما يغمقش القرنبيط قوي. خلاص القرنبيط معانا زي القشطه اهو زي الفل ابيض جميل جدا، ومخدش بالظبط 12 دقيقه. معايا هنا بوله فاضيه ومعايا كوبايه دقيق زي ما احنا شايفين كده، بحط عليها معلقه نشا، معلقه واحده كفايه. انا مش عايزاه يبقى ناشف قوي عشان ما يبقاش معضم. معايا بقى ايه التوابل بتاعتك الحلوه، ملح وفلفل وشويه كمون وشويه لون الزعفران او شويه كركم هيديكي لون جميل قوي. وطبعا عندك لبن اعجني بلبن خير وبركه، ما عندكيش زي كده روحي ايه عامله بشويه الميه كده اهوت. واحط بيضتين اتنين، احط بيضتين اتنين هيبقى جميل جدا وهيبقى هش وخفيف وفي منتهى الجميل. ودلوقتي هتشوفي حلو جدا. قلبي ايه كده كل المكونات كده في قلب بعضها بسرعه قبل ايه ما مش عايزين التكتلات في الدقيق. لو حطي جنبك شويه ميه لو عوزتي ايه مش عايزينها تقيله قوي عشان ما تبقاش معجنه من جوه، خليها كده ايه سايله كده حلوه مجرد انها تمسك على القرنبيط. معايا بقى هنا شويه ايه خضره اللي هي كزبره وشبت، مش كتير شويه صغيرين بس كده عشان ما يبقاش ايه. انا اخدت الورق بتاعه بس كده اهوت وقطعتهم رفيع كده وقلبت كله مع بعض. بصوا الخلطه جميله جدا ومتجانسه حلوه قوي. وكنت هنسى الثوم هنا ايه نص معلقه ثوم كده بيدي طعم حلو جدا جدا للقرنبيط. عندك فلفل اخضر اهرسيه مع الثوم هيبقى حلو مش هيقول لا، حلو جدا جدا. وقلبي قلبي قلبي كده اهوت وخلاص. والخلطه خلصت في منتهى الجمال وسهل وسريع للبنات اللي لسه متجوزين جديد لسنه اولى جواز وسنه اولى مطبخ. تعلمي كده اعملي القرنبيط في منتهى الجمال وحلو جدا ومشبع قوي.
في بوله تانية بقى كده اهوت هحط كوبايه دقيق، واحط برده شويه نشا صغيرين، وهتبله برده ايه بشويه توابل كده، شويه ملح على شويه كركم على شويه كمون، اللي عندك كده حطي تبلي الخلطه دي. عشان ايه؟ هنعمل بيها ايه القرنبيط عشان يبقى كريسبي معايا ويبقى ناشف ومقرمش كده وجميل قوي، وما يشربش زيت خالص. على فكره مش هيشرب زيت خالص. وفي نفس الوقت الخطوه ديت ما بتخليش الخلطه تنزل من على القرنبيط وهو بيتقلي. يعني شوفي ان معايا هنعمل ايه. هجيب بقى القرنبيط بتاعي كده بعد ما برد اهوت، هسقط كده في الخلطه واروح مطلعه على الدقيق، وبايديكي كده تنفضي الدقيق من عليه. بس انصحك برده تاني تالت نصيحه ان انت ما تعمليش الخطوه دي وتركنيه، لا اقلي على طول. انا دلوقتي كنت حاطه الزيت يسخن كده اهوت على البوتاجاز، مش يقدح، يسخن بس عشان ما يستويش بسرعه من بره ويبقى ايه القرنبيط ني من جوه. خليت الزيت ورايا كده على البوتاجاز يسخن، وانا هنا عملت ايه الخطوه دي. هعمل ايه كام حته بكام حته، لكن مش هعمله واركنه عشان ايه ما يتروش. هنا عندي الزيت سخن كويس زي ما انت شايفه كده، وبنزل بقى القرنبيط بتاعي في الزيت. مش هيفتفت منه حاجه، مش هينزل اي زوايد فيه، لان طبعا احنا عملنا عليه الكفر اللي بره ده، الدقيق ما بيخلوش ايه ينزل اي حاجه في الزيت خالص. يفضل معاكي الزيت نضيف لحد اخر حته، وفي نفس الوقت مش هيشرب منك زيت زي ما انت شايفه كده ايه الشكل قدامك اهو. لو وصلتي لغايه دلوقتي للحته ديت وما عملتليش لايك، اعملي لي لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. اتمنى يا رب ان ايه ان الطريقه بتاعتي تعجبكم وتعملي لايك للفيديو. لازم تعملي لايك للفيديو. ماشي. يلا كده بقى هنقلب بقى كده ما تطلعوش فاتح قوي، يعني انا احب ايه يعني اتك عليه السكه كده في التحمير عشان يبقى مقرمش معاكي وحلو. يعني خليه لونه ذهبي ايه غامق سنه كده. القرنبيط كل ما يبقى مقرمش كده يبقى جميل جدا، وتاكلي بالف هنا وشفا. قرنبيط ما حصلش. بصي لونه عامل ازاي في منتهى الجمال، حلو جدا جدا. بصوا بقى الزيت نضيف ازاي، ما نزلش اي حاجه من القرنبيط خالص، وهيفضل معاكي كده لحد اخر حته ان شاء الله. بصي القرنبيطه بقى، امسكي بقى القرنبيط، بصي ناشف ازاي، بصي كريسبي ازاي وجميل زي ما قلت لك بالظبط. امشي على الخطوات ديت وهتبقى ان شاء الله هتاكلي قرنبيط ملوش حل. بصي بقى الجمال والشياكه والجمال، بصي الحلاوه بقى، بصي حاجه تفتح النفس كده بجد، يعني يتاكل حاف. يعني انا اكلت حاف منه كده جميل من غير عيش ولا حاجه، طعم في منتهى الجميل مع شويه جرجير بقى حلوه، جرجير الشتاء الجميل دوت، وحاجه الشتاء الخضره الجميله في الشتاء، طماطم بقى بالخل والثوم مقطعه ترانشات كده اهوت جميله تفتح النفس برده. بصوا جميل ازاي، بصوا ناشف ازاي، بصي كريسبي خالص اهوت. بصي القلب من جوه بقى زي الفل ازاي، جميل جميل جميل، وطعمه في منتهى الجمال. مش قادره اقول لك على طعمه وريحته وهو بيتقلي، في منتهى الجمال. بألف هنا وشفا للشيف، والف هنا وشفا للي كل منه. بصوا جميل قوي قوي قوي، والخضره الجرجير حلو قوي. حطي دايما الخضره على السلطه جميله. هي كان عايز سلطه بلدي بس انا قلت هعمل جرجير وهعمل قوطه مخلله اسهل يعني. بصوا جماله. ايه رايك بقى؟ بص عامل ازاي في منتهى الجمال، طعمه كان تحفه 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 تحفه. بسم الله ما شاء الله، كانك بتاكلي جمبري في منتهى الجمال، كريسبي كده وجميل. ممكن يقعد معاكي لتاني يوم على فكره ناشف كده، اوعي تفكري ان هو هيطرى، بالعكس. وبعدين احنا عندنا القرنبيط بقى ناكله بايت، ناكله بارد، ناكله سخن، احنا بنعشق القرنبيط في منتهى الجمال. بصي بقى الجرجير وجماله. يلا تشجعي كده وهاتي قرنبيط وجربي بطريقه ام علي، اعملي القرنبيط بطريقتي وان شاء الله باذن الله يعجبكم. بس اهم حاجه تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. اتمنى من كل قلب ان الفيديو يكون عجبك، وتعملي القرنبيط بطريقتي، وتكتبي لي في التعليقات اذا كان عجبك ولا لا. اشوفكم دايما على خير، دمتم في سعاده وسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.